التصوف عقيدة جديدة أم نبش الغبار عن جوهر عقيدة سرمدية؟ من سلسلة الكتب الأكثر مبيعا قرأت لك في كتاب قواعد العشق الأربعون، رواية لإليف شافاق عن جلال الدين الرومي. 1. تأملات حول العنوان: لا خير في حب يدبر بالعقل، هكذا قال الصوفية، فكيف والعشق ضد كل القواعد أن تكون له قواعد وهم 40، فالعشق يحطم كل القواعد. 2. تيمة الرواية: تحكي الرواية عن امرأة من هذا العصر في سن 40 اسمها إيلا، تحيا حياة رتيبة تقليدية تصل بها لحدود الملل، حيث هي متزوجة من رجل يدعى ديفيد ويعاملها معاملة طيبة، إلا أنه في بعض الأحيان يخونها وهي تعلم بذلك، ولديها أبناء. ولم تكن إيلا تعمل، فهي كانت ربة منزل، إلا أنها في الفترة الأخيرة وعندما كبر أطفالها ولم يعودوا بحاجة إلى رعايتها كما في السابق، التحقت بوظيفة في أحد دور النشر، حيث أسند إليها أن تراجع عملا روائيا بعنوان الكفر الحلو. وقد تعرفت إيلا على عزيز مؤلف الرواية من خلال المراسلات. عزيز ذلك يحيا حياة السفر والترحال، حياة التجوال كما الدراويش والصوفية. ودارت بين إيلا وعزيز مراسلات عديدة إلى أن تقابلا، فالتمت إيلا في أحضانه ووقعت في غرامه، وهجرت أسرتها وعاشت مع عزيز الذي كان مريضا بمرض خبيث، إلى أن مات عزيز فعاشت وحيدة، ولكن حياة جديدة علمها إياها عزيز. فهي اكتشفت أخيرا بفضل الرواية وصاحب الرواية أهمية العشق والحب في الحياة، لتعتقد مع عزيز أن العشق هو جوهر الحياة وهدفها الأساسي، وليس مجرد شعور حلو قدر له أن يأتي ويذهب بسرعة. فقد كانت إيلا قبل قراءة الرواية تعتقد أن النساء لا يتزوجون من يحببن، وأن الحب شعور لذيذ لكنه سرعان ما يزول. هذه تيمة تقليدية نوعا ما، أحدهم يقرأ رواية أو عمل فني فيتغير من داخله فيغير من حياته، وخصوصا إذا كانت هذه الحياة ممرة ورتيبة ومألوفة. إلا أن كل ما فات يعد قشرة خارجية للرواية، فالرواية الحقيقية هي رواية عزيز الكفر الحلو، وهي تحكي عن اللقاء التاريخي الذي حدث في القرن الثالث عشر الميلادي بين الفيلسوف والصوفي الإشراقي جلال الدين الرومي والدرويش المتجول والمتميز شمس التبريزي. ذلك اللقاء الذي غير الرومي من عالم إلى شاعر كبير وشكسبير العالم الإسلامي وصوفي عظيم يعتقد أن العشق هو ماء الحياة. ويأتي اسم الكفر الحلو من حكاية ذكرت على لسان شمس التبريزي، حكاية موسى والراعي. فبينما كان نبي الله موسى يتجول، سمع راعيا يقول: يا إلهي الحبيب، إني أحبك أكثر مما قد تعرف، سأفعل أي شيء من أجلك، فقط قل لي ماذا تريد. لو طلبت مني أن أذبح من أجلك أثمن خروف في قطيعي لن أتردد في عمل ذلك، أشويه وأضع دهن إليته في الرز ليصبح لذيذ الطعم، ثم سأغسل قدميك وأنظف أذنيك وأفليك من القمل. هذا هو مقدار حبي لك. بالطبع صعق موسى من هذه الصلاة التي تتحدث عن إله يأكل الرز ويوجد في شعره قمل، فالكلام ما هو إلا كفر بين. فأنب موسى الراعي وعلمه صلاة أكثر صحة وأكثر إيمانا. وعندما كلم الله موسى قال له: لقد أنبت ذلك الراعي المسكين ولم تدرك معزتي له، لعله لم يكن يصلي بالطريقة الصحيحة، لكنه مخلص فيما يقول، إن قلبه صاف ونيته طيبة، وإني راضي عنه. قد تكون كلماته لأذنيك بمثابة كفر، لكنها كانت كفر حلو. وتهدف القصة وهي قصة ثورية في ميدان العقيدة، حيث يقول لسان حالها أن ربك رب قلوب،
إلى ألا نحكم على الطريقة التي يتواصل بها كل فرد مع الله، فالله لا ينظر للمناسك والطقوس، بل ينظر إلى ما حصلت قلوبنا من إيمان. هذه قصة تمهيد لفكرة أن لكل إنسان طريقته الخاصة في الإيمان بالله، ولا ينبغي أن ننصب أنفسنا حكاما على الآخرين، فلكل طريقه إلى الله. وهي فكرة أن الأديان كلها ما هي إلا طرق متعددة للعبادة كأنهار مختلفة تصب في بحر واحد، وأن الاختلافات بين الأديان قشرية وليست جوهرية. وهذه هي فكرة وحدة الأديان، والذي تتجلى في أوج تألقها عند ابن عربي حين قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فدير لرهبان ومأوى لغزلان، وترتيل إنجيل وترنيم كعبة ومصحف توراة وآيات قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت رقائبه، فالحب ديني وإيماني. طبعا سيرفض السلفيون وأهل السنة والجماعة ذلك المنطق، إلا أن هذا المنطق تسامحي وضد التعصب ورفض الآخر، وله أساس في التصوف الإسلامي. وهذا هو هدف الرواية التي بين أيدينا، أن نتسامح مع بعض ولا نتعصب ولا نتطرف، ونقبل بل ونقدر الاختلافات والفروق بيننا. وهذا ينقلنا إلى السؤال التالي: لماذا يتم في وقتنا الراهن 2012 إعادة إحياء التراث العربي الصوفي على مستوى الثقافة العالمية كلها، تارة عند ابن عربي وتارة عند جلال الدين الرومي أو غيرهم من الصوفية المتفلسفة؟ والحقيقة لن نجد إجابة شافية على هذا السؤال سوى فيما أسميه وهو الحلم الإنساني القديم الحديث المعاصر المتجدد دائما: حلم الإرادة الحرة. حلم الإرادة الحرة. إذا نجحنا في تغييب العقلانية الحازمة ونظائرها البالية، فلن نجد سوى الإرادة التي تحركها الرغبة الفردية في الجميل كحرية مطلقة ضد أي سلطة. هذا هو حلم الإرادة الحرة في كل زمان ومكان. وليتحقق الحلم كاملا كان لابد من أن يتسيد الخطاب الصوفي الفلسفي على الثقافة العالمية المعاصرة عبر تدشين خطابات فلسفية متعمقة تسعى للتحكم في الوعي العالمي عبر اختيارات تراثية مثل خيار ابن عربي أو جلال الدين الرومي، الذي لم يكن ممكنا أن توجد له شرعية في أي عصر أو في أي لحظة سوى اللحظة الراهنة التي تتميز بالإدماج بين الصوفي والفلسفي والنسوي. ولا ننسى أن مؤلفة الرواية أنثى، كما لا ننسى اللمحات الأنثوية المتكررة عبر الرواية بأكملها، والذي تعبر عن وعي ثقافي معاصر آخذ في الاتساع على نطاق العالم أيضا. خطاب الحاضر الثقافي في العربية يحتفي برموز الصوفية الفلسفية عند ابن عربي أو الرومي كتعبير منتقى بعناية عن التراث العربي، في مقابل الدعوة السلفية كتراث عربي، في حين يلجأ السلفيون لفرض دعوتهم للتراث بالعنف والقمع والهجوم على أي خطاب مغاير. يلجأ متبعي ابن عربي والرومي لنشر دعوتهم بالخطاب الفلسفي الرصين في سعي لتشكيل الوعي بالتراث من جديد. هكذا يبدو الأمر في الفترة الراهنة. كذلك فإن الإسلام الأصولي له بديل من نفس المنبع يتميز بقمة التسامح وقبول الآخر في مقابل التشدد والتزمت والعنف، وهو في البديل الصوفي الذي يقي العالم في تلك اللحظة شر قيام حرب عالمية أو أهلية على أقل تقدير بسبب التطرف والإرهاب من طرف والتشدد في حربهما من طرف آخر. نعود للرواية التي بين أيدينا والتي تقول: إذا رميت حجرا في نهر فإنه لا شيء غير عادي سيحدث وسيعتبره النهر حدثا لا معنى له في مسيرته. أما إذا رميت نفس الحجر في بحيرة ستتغير البحيرة وتتعكر، وسيعد هذا الحدث هام في تاريخ البحيرة. لقد تأملت تلك العبارة جيدا فأدركت لماذا أنا أتغير بمجرد رؤية عمل فني أو قراءة رواية أو كتاب، وأدركت
أدركت أن عقلي بحيرة صغيرة جدا وراكدة ألقي فيها حجر، هو رواية قواعد العشق الأربعون، فتعقر عقلي وتغيرت حياتي. وتذكرت ما كان يقال لنا في بلدتنا من أن الإناء الفارغ يحدث قرعا عند الخبط عليه، وما علمته دون تأكيد من أنه عندما خلق الله الإنسان من طين، جاء إبليس بعد أن تحول الطين لفخار وترك على الفخار فأحدث قرعا، فقال إبليس إن الإنسان خاوي من داخله وفارغ ومجوف، كيف يفضل عليه وكيف لا يسهل خداعه. ويعتقد الكثير من الناس أن العالم أو الحكيم عقله كالكشكول المليء بالمعلومات المعقدة، والجاهل عقله عبارة عن كراسة صغيرة، ونحن نخالفهم الاعتقاد. ففي رأس العالم كراسة صغيرة معلوماتها بسيطة واضحة مختصرة مرتبة ترتيب جميل متسق، أما رأس الجاهل كالكشكول مليء بمعلومات مغلوطة معقدة غير واضحة المعالم، مشوهة وقبيحة تسودها الفوضى والاضطراب والخلل. فالنظرية العلمية العظيمة التي اليوم ينبغي أن تكون بسيطة جميلة مختصرة واضحة يفهمها الجميع حتى الأطفال، فاليوم تقيم النظرية العلمية بمدى جمالها المتعلق ببساطتها واقتصادها، وهذا ما يطلق عليه نصل أو موس أوكامي فيلسوف العلم. ولنسوق مثل، فأجمل ما في الدنيا هي الروح، لأنها أبسط ما في الوجود. المعرفة يا سادة لا حدود لها ولا منتهى، وفوق كل ذي علم عليم. وتكفي حكاية موسى عندما قال أنا أعلم أهل الأرض، فعاقبه الله وأبرز له من هو أعلم منه، وهو العبد الصالح أو الخضر. فالوحيد الذي يصرح بجهله هو ذو الشخصية العلمية، لكنه لا يكتفي بالجهل، بل يكون الجهل دافعا لديه للتعلم والتعلم المستمر. ولنا في سقراط أسوة حسنة، فكل ما كان يعرفه سقراط هو أنه لا يعرف، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن المعرفة. تلك الرحلة نهايتها الغرق، ولكنها مغامرة نستمتع بها وتتكشف خلالها أشياء، وتظل إجابة السؤال مفتوحة باستمرار لمن يغوى البحث حتى لو علم أن نهايته الغرق. فالعبرة بالرحلة وليس المنتهى. لقد جعلتني الرواية أسأل هذا السؤال: ما الأصل الفيلولوجي اللغوي؟ والجينولوجي منهج البحث عن الأصل عند نيتشه، والأركيولوجي منهج الحفر في الطبقات الرسوبية للمعرفة عند فوكو، والأنثروبولوجي علم الإنسان لكلمة أو فكرة أو تصور إله في الوعي الفردي أولا ثم الوعي الجماعي ثانيا. ولأن لدي بعض خبرات معرفية عن هذا الموضوع، بدأت أسأل عن مدى ارتباط فكرة إله بفكرة الخلق، بمعنى الإيجاد من عدم. الإله هو الذي خلقنا وخلق العالم، ولكن هل لابد لشيء ما أن يوجد من العدم في لحظة ما؟ فلا شيء يأتي من لا شيء على مسؤولية الفلسفة الأوروبية اليونانية. فالعالم إذا كان قديم وتطوره أسفر عن الإنسان، فما معنى وجود شيء أقدم منه أحدثه؟ فالتصديق بوجود قدم لإله ينسحب على التصديق بوجود قدم للعالم. فإذا كان العالم حديث مخلوق، فمن الذي خلق الإله؟ وإذا كان الإله قديم، فما المانع أن يكون العالم قديم؟ هذا دوار منطقي. ننتقل للإجابة الثانية على سؤال أصل فكرة إله، وهو: وما مدى ارتباط فكرة إله بالكامل الناجح في تحقيق صورة مثالية كاملة للإنسان؟ فكما قال ديكارت أن تصورنا عن الكمال جعلنا نعتقد في الكامل، ولكننا بذلك نكون قد أسقطنا الكمال الإنساني على الكمال الإلهي، وأصبح الإله على صورة الإنسان ولكنه أكمل. والسؤال الثاني عن علاقة الإله بصفاته: هل الإله هو مجرد صفات أم له كيان آخر غير الصفات؟ أم هل الإله مجرد مقدس ضروري لاتزان الوعي الإنساني بتثبيت نقطة معينة مقدسة لا يقترب منها أحد ينبني عليها كامل الوعي الإنساني تسمى نقطة أرخميدية؟ أم هل الإله هو المبجل صفات الجلال
الجلال الذي يحمينا من قوى الشر في العالم كآلية دفاعية نفسية تعيننا في مواجهة العالم الغامض المليء بالكوارث؟ أم هو الإله الجميل صفات الجمال الذي تحقق رغبتنا فيه السعادة؟ جاءتني إجابة واحدة عبر الفيسبوك تقول بأن الإله ليس فكرة أو كلمة أو تصور، وإنما فطرة فطر الإله الناس عليها، وفطر الفرد عليها ثم الجماعة بالتتابع، والإيمان للفرد وحده ثم يظهر بالتالي وبالضرورة في الجماعة. فعلقت على الكلام قائلا أنني أتفهم أن أصل نفسي خاص بالوعي الإنساني، فوجود إله مزروع في الوعي الإنساني بل أحد مكوناته الضرورية، وأي محاولة لتفسير ذلك الانزراع لا تنفي أنه أمر واقع ومفروض بقوة، وهو أن الوعي الإنساني ينطوي على فكرة إله بضرورة تكوينه. فمثلا يعترف سارتر في آخر حياته وهو ملحد بأنه يشعر أن كيان ما يراقب ويتحكم في سيره ومسيرة حياته. وأنا أضيف: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هباء عبث؟ لابد من عقل ووعي كوني قادر على استيعاب سعيه. أما كلمة فطرة ذكرتني بجدل بين أستاذ فلسفة وأحد طلابه باعتبارها كلمة قديمة وغير مستخدمة في علم النفس المعاصر ولا معنى لها. فكيف نفرق بين الفطرة والغريزة والشهوة والهوى؟ كلها أوليات تكوينية في الوعي الإنساني. ولماذا تحمل الفطرة على الدوام الخير بعكس الغريزة والشهوة والهوى باعتبارها شرور ووساوس إنسانية؟ وكان يتشدق قنصوة أستاذ الفلسفة بأن يقول: اعطني ترجمة إنجليزية علمية لكلمة فطرة. أما قضية الإيمان بإله، هل خاص بالوعي الفردي أم الوعي الجماعي؟ فيذكرني قول قصير على الدين بأنه مقدس فردي يلتف حوله الجميع، فللدين دور في تكوين الجماعة الإنسانية. وكل المشكلة التي حلت بكل الأديان ولأنها عنصر هوية تتسرب الفكرة الدينية للسلطة وتشكل معها تنظيم سحري، فيدخل الدين السلطة في صراع الفرد المجتمع. ولقد انقسمت فلسفة الأديان الشرقية كلها إلى ديانات فردية كالطاو والصوفية، وديانات جماعية كالكونفوشيوسية والفقهية. فلدينا على سبيل المثال إسلام صوفي يتشابه مع الوجودية أو الفردية أو الجوانية، وإسلام فقهي يعتمد الإجماع ويؤسس لمجتمع إسلامي. خلاصة القول: ينطوي الوعي الإنساني بضرورة تكوينه على إله، وسمة إله واحد هو الله. الله هو الاسم الجامع لكل صفات الإله. هنا يسارع الناس ويقولون: تقصد لا إله إلا الله. وهنا نتأمل صيغة الشهادة الإسلامية، فكلمة التوحيد لم تأتي بصورة تقريرية، وإنما أتت بأسلوب القصر والاستثناء، وذلك ليس فقط للتأكيد، وإنما لابد أن يبدأ التوحيد بلا نافية للجنس، فهي حركة تمرد على كل الآلهة والأصنام والأنداد، حركة تمرد ضد الشرك بكافة صوره وأنواعه. فلا إله تعني كفر بكل الآلهة القديمة والمعاصرة بكل تصوراتها الإيجابية أو ما يحل محلها كالشهرة والمال والمكانة والبرستيج وصورتي أمام الناس ومكانتي بينهم. بل حتى الدين قد يصبح وثنا عندما يصبح تقليدا طقوسيا غايته إرضاء الناس، وعملا هوويا يثبت مجرد الانتماء للجماعة. فالمؤمن بلفظ التشهد لا يخشى حكم الناس عليه أو صورته عندهم، فعبارة مثل لا أخاف إلا من الله ولا أخشى في الحق لومة لائم كانت عبارات تؤكد صدق العقيدة. فالإنسان هو من قال لا لكل الآلهة أو الأنداد، وليس الشيطان، مع الاعتذار لأمل دنقل حين قال: المجد للشيطان معبود الرياح، لمن قال لا في وجه من قالوا نعم. بل يصل الأمر عند الصوفية الملامتية بأنهم يرتكبون المعاصي أمام الناس حتى يدمروا صورة الناس عنهم، ولا يحول أي حائل بين المرء وربه. فالإسلام لاهوت تحرير ثوري، تحرير الإنسان من أي عبودية، كما أن الله ليس إلها عاديا. فالتصور الإسلامي عنه لا تشبيهي ولا تمثيلي، بل تصور صفري عدمي، فالله ليس موجودا كسائر الموجودات، وأما هو الواجد الذي لا إمساك به كسلب أو كصفر، محرر من أي تصور إنساني. أرجو ألا يقودنا ذلك لأن نكون معطلة، فحضور الله في العالم
العالم واضح جلي لكل الأعين، وقد لا يفهم اللاهوت السلبي الصفري إلا الجنس الهند أوروبي أو الشرق، فالهند والعرب هم أول من اكتشفوا الصفر وكيفية حضوره القوي في العالم. والشق الثاني للشهادة الإسلامية أن محمد وهو نموذج بشري هو رسول الله اقترن الله بالإنسان في الشهادة الإسلامية، الإنسان بكل نقائصه وعيوبه لأنه خليفة الله في الأرض، والكمال البشري المتحقق في الرسول كمال بشري لا إلهي، فيأخذ القرآن على الرسول عيوب ونقائص دون حرج، وذلك لا يقلل من أن الرسول هو صورة الكمال الإنساني في أوج وضوحه، وتلك الحقيقة المحمدية، وكأننا نقول الله فقط هو الإله بالألف واللام، والإنسان هو الخليفة، الإنسان بالألف واللام هو محمد. نعود للرواية التي بين أيدينا وللقواعد الأربعين لدين العشق الإلهي. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فرير لرهبان ومأوى لغزلان، وترتيل إنجيل وترنيم كعبة ومصحف توراة وآيات قرآن، أدين بدين الحب أن يتوجهت رقائبه، فالحب ديني وإيماني. وفي الأبيات نلاحظ فكرة وحدة الأديان، فالأديان كلها ما هي إلا طرق متعددة للوصول لنفس الشيء ألا وهو الله. نعود للرواية التي بين أيدينا متسائلين: ما سر الرقم 40؟ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40، وقضى موسى 40 ليلة يتلقى من الله الألواح، وإذا وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وفي موضع آخر: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. واليهود قضوا في الشتات 40 عاما، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وبعض الفقهاء يعتبر أن سن 40 هو سن الرشد وبداية التكليف، وذلك لنص القرآن الآتي: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فللرقم 40 كرامة خاصة عند أهل التصوف، فالتعود على شيء لا يثبت إلا بعد 40 يوم. والمقامات المؤدية إلى الله 40 مقاما. والجسم لا يطهر من الخمر إلا بعد 40 ليلة عند الفقهاء. وعند الفراعنة يتم إكمال التحنيط للجثة بعد 40 يوما. ويحيي المصريين ذكرى موتاهم بعد 40 يوما 40. ويعد سن 40 في علم النفس سن اكتمال الرشد والنضوج والحكمة. وإيلا كان عندها 40 عاما عندما غيرت حياتها. وإليف شافاق اعتبرت للعشق قواعد 40 وهي كالتالي: القاعدة الأولى، وسنسميها قاعدة النفس المطمئنة المتيقنة من رحمة الله. تقول إيلاف إن الطريقة التي نرى بها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى بها أنفسنا، فإذ لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق في نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك. وتذكر إليف في الرواية أن كثير من الناس يقولون: ما الفرق بين هذا وأن نقول أن الله من صنع خيالنا؟ وهو فرق كبير، فنحن لا نتكلم عن الخيال ولكن نتكلم عن الشعور أو الوعي والعواطف والانفعالات. وتحتاج منا فكرة النفس المطمئنة المتيقنة من رحمة الله وقفة. النفس المطمئنة المتيقنة من رحمة الله، سورة الفجر الآيات من 27 إلى 30: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة القيامة أول آيتين: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. سورة يوسف الآية 53: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه 3 تصنيفات قرآنية للنفس: النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة
أمارة بالسوء، وذلك كما اعتقد عموم القدماء والمحدثين. وأنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أن القول في سورة يوسف على لسان زليخة امرأة العزيز وليس على لسان الله، فالأولى إذا قال القرآن على لسان فرعون أنا ربكم إن الله يوافق فرعون الكلام، فالكلام من حكمة زليخة ولا يؤخذ به، أي لا يوجد نفس أمارة بالسوء ومن معه نص من القرآن أو السنة يبرزه لي. أما بالنسبة لمعنى اللوم فهو شيء سلبي لا يأتي إلا على شيء فعلته النفس في الماضي وتلوم نفسها عليه في الحاضر، فهو ليس حيرة ولا مسؤولية اختيار من متعدد حاضر، وإنما هو شعور سلبي على شيء ماضي لا يمكن تغييره. ومن روح هذا المعنى نكتشف أن اللوم لا يكون إلا بعد يوم القيامة وحلوله على ماضي ما فعلته النفس وعلى الذي لا يمكن تغييره، فلا يوجد نفس قبل يوم القيامة لوامة، لأنها ببساطة تستطيع تغيير اختيارها وتحمل مسؤولية نفسها. ربما فهم بعض الناس أن اللوم حيرة أو ما شابه، وهذا غير صحيح. إذا لا يوجد إلا النفس المطمئنة التي ترجع إلى الله فيدخلها الله في عباده أولا وقبل كل شيء، فجنة من غير ناس ما تنداس، ثم يدخلهم بعد ذلك إلى الجنة. فنحن مأمورين بتوزيع الحب والاطمئنان على العباد والناس كلهم عباد الله شاءوا أم أبوا، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا نستطيع تكذيب الله بأن نقول له هناك من لا يعبدوك فهم بعبادة غيره أو بعدم عبادته عابدون، هذا حالهم وحقيقة وجودهم، ومحققون لغاية الله من خلقهم وهي تحقيق مقاصد العبادة وإن كانوا لا يعون بذلك. تأملات على النفس في القرآن. النساء الآية 49: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. النساء الآية 79: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. النساء الآية 107: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. غاية هذه القاعدة الأولى أن المشاعر التي يجلبها إلينا التفكير في الإله هي مشاعر تسقطها أنفسنا على الإله، فتصورنا على الإله يعكس حالتنا الشعورية. ولقد حرر الإسلام الإنسان من عقدة الذنب كما كانت في المسيحية، فالذنب لا يورث في الدين الإسلامي، ونحن لا علاقة لنا بذنب آدم، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فلا خطيئة أصلية وأي ذنب قابل للغفران. البقرة الآية 48: واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون. البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آل عمران الآية 30: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. النساء الآية 111: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. المائدة الآية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الأنعام الآية 164: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يونس الآية 30: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الرعد الآية 33: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إبراهيم الآية 51: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. النحل الآية 111: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. النجم الآية 23: الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما
9، المدثر الآية 38، كل نفس بما كسبت رهينة، الشمس الآية 7، ونفس وما سواها، طه الآية 15، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أمرهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرين، كما على لسان أبو يوسف نبي الله يعقوب. هذه دعوة لنفس مطمئنة راضية مرضية، وتحذير من النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء مهما كان الوزر. الله غفور رحيم، فآلية الاستغفار آلية عبقرية لتزكية النفس باستمرار والحفاظ على تجديد مستمر للنفس بتطهيرها من أي ماضي مسيء، بل أن تزكية النفس وتطهيرها من أهداف العقيدة الثلاث: عبادة الله بأعمار الأرض وتزكية النفس. من هذا المنظور إذا كنت تعبد الله خوفا منه فأنت مخطئ في عقيدة العشق، وتذكر أن الله يغفر للكافر بمجرد نطق الشهادتين، والله عند ظن عبده به، والظن الحسن يقين للمؤمن الصوفي. نحن قوما لا نخاف الله بل نعشقه دون تعارض مع التقوى، فالتقوى اختيار لا خوف، والروح ذو القلب السليم ليست بأي حال أمارة بالسوء. ونحن ضد أسلوب الترهيب من الله، وقد كفر الفقهاء الصوفية لإيمانهم بالوعد فقط دون الوعيد. القاعدة الثانية، وسنسميها كيف يتم إدراك الله، وهي نقد للعقلانية الكلاسيكية وحديث عن وسائل المعرفة ألا وهي القلب والذوق في مقابل العقل. تقول إيلاف إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس، فاجعل قلبك على عقلك دليلك الرئيسي، واجه تحد وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك، إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله. القاعدة الثالثة وهي عن القرآن وتأويله ومستويات ذلك التأويل. تقول إيلاف إن كل قارئ للقرآن الكريم يفهمه بمستوى مختلف بحسب عمق فهمه، وهناك 4 مستويات من البصيرة. يتمثل المستوى الأول في المعنى الخارجي وهو المعنى الذي يقتنع به معظم الناس، ثم يأتي المستوى الباطني، وفي المستوى الثالث يأتي باطن الباطن. أما المستوى الرابع فهو العمق ولا يمكن الإعراب عنه بالكلمات، لذلك يتعذر وصفه. القاعدة الرابعة وهي أين نكتشف الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهي تتحدث عن كتاب الطبيعة كمرآة للإله، وفيه لمحات من فكرتي الحلول، حلول اللاهوت في الناسوت ووحدة الوجود، الله والعالم شيء واحد له وجهان، وهي تحل مشكلة أيهما أقدم، الله أم العالم. تقول إيلاف يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون، لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو في الكنيسة أو في الكنيس. إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط تستطيع أن تبحث فيه عنه، وهو قلب عاشق حقيقي، فلم يعش أحد بعد رؤيته ولم يمت أحد بعد رؤيته، فمن يجده يبقى معه إلى الأبد. القاعدة الخامسة وهي في نقد العقلانية الكلاسيكية. تقول إيلاف يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة. الفكر يربط البشر في عقد، لكن الحب يذيب جميع العقد. إن الفكر حذر دوما، وهو يقول ناصحا احذر الكثير من النشوة، بينما يقول الحب لا تكترث، اقدم على هذه المجازفة. وفي حين أن الفكر لا يمكن أن يتلاشى بسهولة، فإن الحب يتهدم بسهولة ويصبح رقاما من تلقاء نفسه، لكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض، والقلب الكثير يخبئ كنوزا. القاعدة السادسة وهي عن مشاكل التواصل. فاللغة بحر قد تسبب في سوء الفهم. مش مهم الناس يفهموا بعض، المهم الناس يحسوا بعض. إذا عرفت الحقيقة استحالة تعرف تعبر عنها. تنبع معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم بسيط. لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا، وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن، فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت. القاعدة السابعة عن الخلق
الخلوة والأنس بالله ومعيته. الوحدة والخلوة شيئان مختلفان، فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم. أما الخلوة فهي أفضل لنا، لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد. لكن في نهاية الأمر من الأفضل لك أن تبحث عن شخص يكون بمثابة مرآة لك. تذكر أنك لا تستطيع أن ترى نفسك حقا إلا في قلب شخص آخر وبوجود الله في داخلك. الأنس، إنما سمي الإنسان إنسان من الأنس، وقديما قالوا جنة من غير ناس ما تنداس، وسبحان من قال ادخلي في عبادي أولا ثم ادخلي جنتي ثانيا. القاعدة الثامنة، ولسان حالها يقول: اليأس جريمة لا تغتفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، كما قال يعقوب في بحثه عن يوسف. وإذا كان في الانتحار شجاعة في مواجهة الحياة والصبر والاحتمال شجاعة أكبر مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة، فلا تدخل ربوع اليأس. وحتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة فإن الله سيفتح دربا جديدا لك. احمد ربك. من السهل عليك أن تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام، فالصوفي لا يحمد الله على ما منحه إياه فحسب، بل يحمده أيضا على كل ما حرمه منه. القاعدة التاسعة في مقام الصبر وقيمته، لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب صلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاذ الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. إن عشاق الله لا ينفذ صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى وقت. القاعدة العاشرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك. فإذا سافرت في داخلك فسيكون بإمكانك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه. القاعدة الحادية عشر، في فوائد الألم، عندما تجد القابلة أن الحبلى لا تتألم أثناء المخاض فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكا بعد لوليدها، فإنها تضع وليدها إذن، ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون ألم. وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتد، كذلك الحب لا يكتمل إلا بالألم. القاعدة الثانية عشر، التدرج والرحلة، إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته، فما أن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل والخارج. القاعدة الثالثة عشر، أساتذة مزيفون. يوجد معلمون وأساتذة مزيفون في هذا العالم أكثر عددا من النجوم في الكون المرئي، فلا تخلط بين الأشخاص الأنانيين الذين يعملون بدافع السلطة وبين المعلمين الحقيقيين. فالمعلم الروحي الصادق لا يوجه انتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مطلقة أو إعجابا تاما منك، بل يساعدك على أن تقدر نفسك الداخلية وتحترمها. إن المعلمين الحقيقيين شفافون كالبلور يعبر نور الله من خلالهم. لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك، بل دع الحياة تعيش فيك، ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأسا على عقب. فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟ القاعدة الرابعة عشر، الكون مشروع لم يكتمل بعد. إن الله منهمك في إكمال صنعك من الخارج ومن الداخل، إنه منهمك بك تماما. فكل إنسان هو عمل متواصل يتحرك ببطء لكن بثبات نحو الكمال، فكل واحد منا هو عبارة عن عمل فني غير مكتمل يسعى جاهدا للاكتمال. إن الله يتعامل مع كل واحد منا على حدة، لأن البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة. من السهل أن تحب إليها يتصف بالكمال والنقاء والعصمة، لكن الأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم. تذكر أن المرء لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يحبه، فلا حكمة من دون حب، وما لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع أن نحب حقا ولن نعرف الله حقا. القاعدة الخامسة عشر عن الطهارة الروحية، إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل، أما القذارة
الأخرى فتزول بغسلها. ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي، وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تروث الروح. نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا. القاعدة السادسة عشر: أين الله؟ إن كل إنسان عبارة عن كتاب مفتوح، وكل واحد منا قرآن متنقل. إن البحث عن الله متأصل في قلوب الجميع، سواء كان وليا أم قديسا أم مومسا. فالحب يقمع في داخل كل منا منذ اللحظة التي نولد فيها، وينتظر الفرصة التي يظهر فيها. منذ تلك اللحظة يقبع الكون داخل كل إنسان. كل شيء تراه حولك بما في ذلك الأشياء التي لا تحبها، حتى الأشخاص الذين تحتقرهم أو تمقتهم، يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة. لا تبحث عن الشيطان خارج نفسك، فالشيطان ليس قوة خارقة تهاجمك من الخارج، بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك. فإذا تعرفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم والمشرق، عندها تبلغ أرقى أشكال الوعي. وعندما تعرف نفسك فإنك ستعرف الله. القاعدة السابعة عشر في المعاملات الصوفية: إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل فيها نفسه. وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبا كاملا صادقا، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لكنه عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون، فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبا. القاعدة الثامنة عشر: الماضي كتنين حارق، وأبدية اللحظة الحاضرة. إن الماضي دوامة، إذا تركته ليسيطر على لحظتك الحالية فإنه سيمتصك ويجرفك. ما الزمن إلا وهم فحسب، وكل ما تحتاج إليه هو أن تعيش هذه اللحظة بالذات. هذا كل ما يهم. القاعدة التاسعة عشر في فضل الرحلة: إذا ابتديت الطريق فقد انتهيت من نصفه. لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب. القاعدة التاسعة عشر في فضل الرحلة: إذا ابتدأت الطريق فقد انتهيت من نصفه. لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة. يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وما أن تتخذ تلك الخطوة. ضع كل شيء يجري بشكل طبيعي، وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه. لا تسر مع التيار، بل كن أنت التيار. القاعدة العشرين في احترام الاختلاف: لقد خلقنا جميعا على صورة الله، ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة ومميزة. لا يوجد شخصان متشابهان، ولا يخفق قلبان لهما الإيقاع ذاته. ولو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين. لذلك فإن عدم احترام الاختلاف وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم احترام النظام المقدس الذي أرساه الله. القاعدة 21 في فضل الرحلة: التدرج. لا يصبح المرء مؤمنا بين ليلة وضحاها، إذ يخير للمرء أنه مؤمن، ثم يحدث شيء في حياته فيصبح ملحدا، ثم يعيد ويؤمن ثانيا، ثم يصبح متشككا، وهكذا دواليك حتى يبلغ مرحلة معينة. إننا نتردد باستمرار. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نمضي إلى الأمام، ومع كل خطوة جديدة نزداد قربا من الحقيقة. القاعدة 22 الجوهر لا المظهر. عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانة فإنها تصبح غرفة صلاته، لكن عندما يدخل شارب الخمر إلى الغرفة نفسها فإنها تصبح خمارته. ففي كل شيء نفعله قلوبنا هي المهمة، لا مظاهرنا الخارجية. القاعدة 23 ضد التطرف ونظرية المثل الأفلاطونية: ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد حزين للحقيقة، والأطفال فقط هم الذين يخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي. ومع ذلك فإما أن يفتتن البشر باللعبة أو يكسروها بإصدراء ويرموها جانبا. في هذه الحياة تحاشى التطرف بجميع أنواعه، لأنه سيحطم اتزانك الداخلي. القاعدة 24 كرامة الإنسان وخلافته لله. يتبوأ الإنسان مكانا فريدا بين خلق الله، إذ يقول
ونفخت فيه من روحي. خلقنا جميعا دون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الأرض. فاسأل نفسك كم مرة تصلفت خليفة له. هذا إن فعلت ذلك تذكر أنه يقع على عاتق كل منا اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها. القاعدة 25: النار والجنة. إن جهنم تقبع هنا والآن، وكذلك الجنة. توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو الحلم بالجنة، لأنهم موجودتان في هذه اللحظة بالذات. ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء، وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحد، فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم. هل يوجد جحيم أسوأ من العذاب الذي يعانيه الإنسان عندما يعرف في أعماق ضميره أنه اقترف ذنبا جسيما؟ هل توجد جنة أفضل من النعمة التي تهبط على الإنسان في تلك اللحظات النادرة من الحياة، عندما تفتح فيها مزاليج الكون ويشعر أنه امتلك كل أسرار الخلود واتحد مع الله اتحادا كاملا؟ القاعدة 26: في أهمية الكلمة. يرتبط كل شيء وكل شخص بشبكة خفية من القصص، سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه، فإننا نشارك جميعا في حديث صامت: لا ضرر ولا ضرار، وكن رحيما ولا تكن نماما. حتى لو كانت كلماتك بريئة، لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى، بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم. القاعدة 27: في أهمية الكلمة في المعاملات الصوفية. يشبه هذا العالم جبلا مكسوا بالثلج يردد صدى صوتك، فكل ما تقول سواء كان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما. لذلك إذا كان هناك شخص يتحدث بالسوء عنك، فإن التحدث بالسوء بالطريقة نفسها عنه يزيد الأمور سوءا، وستجد نفسك حبيس حلقة مفرغة من طاقة حقودة. انطلق وفكر طوال 40 يوما وليلة بأشياء لطيفة عن ذلك الشخص. إن كل شيء سيصبح مختلفا في النهاية، لأنك ستصبح مختلفا في داخلك. القاعدة 28: الزمن والخلود. إن الماضي تفسير والمستقبل وهم. إن العالم لا يتحرك عبر الزمن وكأنه خط مستقيم يمضي من الماضي إلى المستقبل، بل إن الزمن يتحرك من خلالنا وفي داخلنا في لوالب لا نهاية لها. إن السرمدية لا تعني الزمن المطلق، بل تعني الخلود. القاعدة 29: القدر والمسؤولية. لا يعني القدر أن حياتك محددة بقدر محتوم، لذلك فإن ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون دليل على جهل مطلق. إن موسيقى الكون تعم كل مكان وتتألف من 40 مستوى مختلفا. إن قدرك هو المستوى الذي تعزف فيه لحنك فقط، لا تغير آلتك الموسيقية، بل تبدل الدرجة التي تجيد فيها العزف. القاعدة 30: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الصوفي الحق هو الذي يتحمل بصبر حتى لو اتهم باطلا وتعرض للهجوم من جميع الجهات، ولا يوجد كلة نابية إلا أي من منتقديه، فهو لا ينحى باللائمة على أحد. فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى آخرون في حين لا توجد نفس في المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد يلوم في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا واحد؟ القاعدة 31: اللين من متطلبات الحياة. لا يدخل الجنة إلا كل هينا لينا سهلا. إذا أردت أن تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا في داخلك، لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة. فإذا أصبنا بمرض أو وقعت لنا حادثة أو تعرضنا لخسارة أو أصابنا خوفا بطريقة أو بأخرى، فإننا نواجه جميع الحوادث التي تعلمنا كيف نصبح أقل أنانية وأكثر حكمة وأكثر عطفا وأكثر كرما. إن الوسيلة التي تمكنك من الاقتراب من الحقيقة أكثر تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلها، وأن يظل فيه متسع لمزيد من الحب. القاعدة 32: لا وساط بينك وبين الله. يجب ألا يحول شيء بينك وبين الله، لا أئمة ولا قساوسة ولا أحبار ولا أي وصي آخر على الزعامة الأخلاقية أو الدينية،
ولا السادة الروحيون ولا حتى إيمانك. آمن بقيمك ومبادئك لكن لا تفرضها على الآخرين. وإذا كنت تحطم قلوب الآخرين فمهما كانت العقيدة التي تعتنقها فهي ليست عقيدة جيدة. ابتعد عن عبادة الأصنام بجميع أنواعها لأنها تشوه رؤيتك. ليكن الله والله وحده دليلك. تعلم الحقيقة يا صديقي لكن احرص على ألا تصنع من الحقائق التي تتكون لديك أوثانا. القاعدة 33 حقيقة الموت. على الرغم من أن المرء يجاهد ليحقق شيئا ويصبح شخصا مهما فإنه سيخلف كل شيء بعد موته. إنك تهدف إلى بلوغ المرحلة العليا من العدم. عش هذه الحياة خفيفة وفارغة مثل رقم 0. إننا لا نختلف عن قصيص الزرع فليست الزينة في الخارج بل الفراغ في داخلنا هو الذي يجعلنا نقف منتصب القامة. مثل هذا تماما فالوعي بالعدم وليس ما نتطلع إلى تحقيقه هو الذي يبقينا نواصل الحياة. القاعدة 34 معنى الإسلام ومعنى الاستسلام. لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا ولا يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر أو الاستسلام بل على العكس تماما. استكمن القوى الحقيقية في الاستسلام والقوى المنبعثة من الداخل. فالذين يستسلمون للجهور الإلهي في الحياة ويعيشون بطمأنينة وسلام حتى عندما يتعرض العالم برمته إلى اضطراب تلو اضطراب. القاعدة 35 أهمية التناقض في التقدم. في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة أو المنتظمة بل المتناقضات الصارخة هي ما يجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام. ففي داخل كل منا توجد جميع المتناقضات في الكون. لذلك يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله وعلى الشخص الكافر أن يتعرف على المؤمن الصامت في داخله وإلى أن نصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال مرحلة الإنسان المثالي. فإن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية ويستلزم وجود نظيره الكفر. القاعدة 36 الله وحده هو الفاعل. لقد خلق هذا العالم على مبدأ التبادل فكل امرئ يكافئ على كل ذرة خير يفعلها ويعاقب على كل ذرة شر يفعلها. لا تخف من المؤامرات أو المكر أو المكائد التي يحكيها الآخرون وتذكر أنه إذا نصب لك أحدهم شركا فإن الله يكون قد فعل ذلك فهو المخطط الأكبر إذ لا تتحرك ورقة شجر دون علمه. آمن بذلك ببساطة وبصورة تامة فكل ما يفعله الله يفعله بشكل جميل. القاعدة 37 الله ميقاتي دقيق. إن الله ميقاتي دقيق. إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع. القاعدة 37 الله ميقاتي دقيق. إن الله ميقاتي دقيق. إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بلا استثناء فلكل شخص وقت للحب ووقت للموت. القاعدة 38 التجدد. ليس من المتأخر مطلقا أن تسأل نفسك هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل؟ وحتى ولو كان قد تبقى من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه ففي كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة وهي أن يموت قبل الموت. القاعدة 39 الكل هو برغم تغيير أجزائه. مع أن الأجزاء تتغير فإن الكل يظل ذاته لأنه عندما يغادر لص هذا العالم يولد لص جديد وعندما يموت شخص شريف يحل مكانه شريف آخر وبهذه الطريقة لا يبقى شيء دون تغيير بل لا يتغير شيء أبدا. أيضا إن ديننا هو دين العشق وجميع البشر مرتبطون بسلسلة من القلوب فإذا انفصلت حلقة منها حلت محلها حلقة أخرى في مكان آخر. القاعدة 40 أهمية العشق. لا قيمة للحياة من دون عشق. لا تسأل
اسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي؟ فالانقسامات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف، إنه كما هو نقي وبسيط. العشق ماء الحياة، والعشيق هو روح من نار. يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء. ماذا بقى من الرواية؟ بعد أن عرضنا قواعد العشق الأربعون وعرضنا تيمة الرواية، بقى لنا أن نناقش أفكار شمس التبريزي الصوفية، وتبدأ بفكرة أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أم أبو يزيد البسطامي؟ وهذا السؤال كان في أول اللقاء بين الرومي والتبريزي، الذي كان يشعر أن علمه وصل إلى مرحلة لا بد أن يفيض بها على غيره، فهو كان يبحث ليس عن تلميذ ولكن عن رفيق يرى فيه نفسه كمرآة. فيقول الله في الحديث القدسي: ما وسعني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن. وكان أبو يزيد يقول: الله في عباءتي، أي أنه بداخله وحالل فيه، وهي الفكرة التي أدت لتكفير البسطامي. والسؤال الآن: هل وسع قلب البسطامي لله ولم يسع قلب محمد؟ وهناك قصة طريفة ذكرت عن أن أحدهم لم يكن معه المبلغ الكافي للحج، فقال له أحدهم: طف حولي 7 مرات فبيت الله في قلبي. الفكرة الثانية: الشريعة مركب في بحر محيط الحقيقة. أما عن مكانة الشريعة في التصوف فيتم جدال عنيف في الرواية يبين أن الشريعة كالشراع يتوجه به المؤمن، ولكن السؤال إلى أين يتوجه وإلى أي غاية؟ فعلى لسان التبريزي يقول مؤمن مضطرب إذا صام شهر رمضان كله بسم الله، وقدم خروفا كل عيد ليغفر الله ذنوبه، وجاهد طوال حياته ليحج بيت الله الحرام في مكة، وسجد 5 مرات يوميا، ولكن رغم ذلك التدريب كله لا يوجد في قلبه مكان للمحبة، فما الفائدة من كل هذا العناء؟ فالإيمان مجرد كلمة إن لم تكن المحبة في جوهرها، فإنه يصبح رخوا مترهلا يخلو من أي قيمة، غامضا وأجوف ولا يمكن أن تحس به. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ليس البر أن توجهوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب. حق الله على العباد وحق العباد على بعضهم، أيهم أهم، المعاملات أم العبادات؟ الدين المعاملة. ونختم بقول: يعيش عالم الدين على علامات القلم، أما الصوفي يحب ويعيش على آثار الأقدام في فضل التجربة المعيشية عن المعرفة النقلية. فلسفة للرقص في الطريقة المولوية. جلال الدين الرومي شاعر فارسي كبير ومتصوف عظيم صاحب طريقة صوفية مرتبطة باسمه، هي المولوية، التي أنشأها عام 672 هجريا. وتتميز تلك الطريقة بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر لتحقيق الوجد الكامل. لقد انتشرت في كل من تركيا وآسيا الغربية، وما زالت تمارس حتى الآن في بعض التكايا في تركيا وفي حلب وفي بعض أقطار المشرق. وتستخدم الجهات الرسمية في تركيا يوم مراسم المولوية كجزء من الفولكلور التركي، ويحضر جلسات ذكر المولوية كل من يريد من كل الأجناس ومن كل الأديان، ويلقي الجميع تسامحا ملحوظا مع المولويين. احتل الرقص عند مؤسس المولوية جلال الدين الرومي مكانة عظيمة ومحورية تقف في وجه كل من يتهمون الحضارة الإسلامية بأنها حضارة عادت ورفضت الرقص ونظرت إليه نظرة شهوانية حيوانية فقط، في الوقت الذي يرون فيه أن الحضارة الغربية فقط هي التي أعطت الرقص مكانة سامية كفن محترم يعلو ويسمو عن شهوات الجسد الحيوانية. يقف الرقص عند جلال الدين الرومي وفلسفته كعقبة حقيقية إزاء ذلك الادعاء. وكل الأديان القديمة حوت رقصا وموسيقى، ولا شك أن أصل الرقص فرعوني والفن مرتبط بالدين. يقول جلال الدين الرومي: إن العشق جعل جسم الأرض يعلو على الأفلاك، فرقص الجبل وأضحى خفيف الحركة. ويقول أيضا: أنت ترقص، أنت في قلب الإله. تتميز المولوية بالرقص الدائري لمدة ساعات طويلة، ولكن لماذا اختار المولويون
لماذا اختار المولويون الرقص الدائري؟ تدور الأرض حول محور مائل، وكذلك تدور كل الأفلاك السماوية، والشكل الدائري هو أكمل الأشكال الهندسية، فلذا يدور الراقصون حول مركز الدائرة كالكواكب تدور حول نفسها وحول الشمس مصدر النور. يقف الشيخ في مركز الدائرة كالشمس، وكأنهم يستمدون شيئا ما من المركز، ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي. فالانخراط في الرقص ينسي كل هموم ومشاكل الدنيا والعالم، فيتخلصون من المشاعر النفسانية المرتبطة بوجودهم الإنساني، ويستغرقون في وجد كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود الإلهي كما يرون. ويلبس المولويون طرطور يدل على شاهد القبر الذي يدفنون فيه، وتنورة بيضاء كالكفن، وعباءة سوداء كالقبر، ويرفعون يد للسماء ويد للأرض، دلالة على أن كل نقطة حب تنالها من الله تعهد بتوزيعها على الناس جميعا. اشتهرت الطريقة المولوية بالنغم الموسيقي عن طريق الناي، وكان مولانا يرى فيه وسيلة للجذب الإلهي، ويعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطا بعازفه، ويشبه أنينه بأنين الإنسان للحنين إلى الرجوع إلى أصله السماوي في عالم الأزل. وتتميز هذه الرقصة بثلاث سمات: أولا أنها جماعية تعدد التآزر والتماسك بين أفراد الجماعة وتنشر بينهم روح المودة والألفة. ثانيا أنها حركة محاكية لحركة الأفلاك، أي محاكية للحركة الكونية العامة، ومن ثم هي تعكس رغبة في الانسجام والتوافق مع الكون أو العالم الأكبر، ولا تحمل أي موقف عدائي ناقد له. وثالثا أن هذه الحركة حول مركز، وكأن الفكر المركزي المتمحور حول النور الإلهي ينعكس في ذلك المركز الذي هو الشيخ، وذلك ليس فكرا تراتبيا هرميا، ولكنه فكرا مركزيا دائريا تتبدل فيه المواقع والأدوار، ولكن لا يختلف المركز الذي يجمعهم. ونلاحظ أن هذه الرقصة تتشابه مع مفهوم الطواف ولو بطريقة رمزية.